الفطار المصري نوعين، يا هتروح على عربيه فول يا هتطلع مكان زي ده من اللي بيدلع لك الفول والطعميه. المكان ده بالذات عجبنا شويه تفاصيل كده في المنيو بتاعتهم هنوريها لكم في الفيديو. احنا رحنا فول 95 ومكان لسه فاتح جديد في ايست فيو في التجمع. وبدأنا بالبتنجان المخلل والبتنجان المقلي، والصراحة كان طعمهم حرش ونضيف قوي. بدل المدحرج يحب الطحين. في اماكن تانية بتعمله يعني دسم اكتر من كده، متشوح في زبده اكتر، أنا بس نضيف يعني. بيت مدحرج ده في جاي منه. ايجيبت كده. 195 دي بقى لنا فيها ايه؟ فيها بسطرمه اه كيري وهالبينو. البسطرمه اللي مستخدمها حلو، ملحها مش الاوفر. استخدم حاجه في جاي منه بسطرمه. في حاجه ما بحبهاش في طعميه الكيري عامه، عشان كده ما بطلبهاش. كيري بيبقى زياده قوي، بحس ان انا ما باكلش طعميه، بس دي مظبوطه لا شويه. دي عامه حلوة. دي لذيذه. فول صالح ده يا جماعه فيه زيتون وهالبينو، الهالبينو بالزيتون تيست جديد حلو. ميكس فليفرز حلو. ده فول اسكندراني عادي بقى يا جماعه. فول اسكندراني حلو قوي. الفول بتاعه رايق اصلا. ده بيض سكامبلد وعليه كيري وعليه بسطرمه. بسطرمه يلا الميكس الخطير. البيض مش مسوينه على الاخر يعني، راني سنه بس برضه مش راني قوي عشان الناس اللي بتتقرف، سنه بسيطه. حلو هو قوي. السكامبلد فاهم لازم يبقى كريمي كده شويه. حلو قوي. ودي بطاطس ال 95 بتاعتهم دي يبقى عليها شيدر ورومي مقليه. يلا بينا. بسم الله. مع انه برد بس نعم. حلو. وهنا بالميكس اللي هيخلص علينا ده الطعميه القماطي والطماطم المخلله والبتنجان المخلل، وزود عليهم شويه طحينه. وخلوا بالكم بقى ان هو خلص علينا فعلا.